طيب يا ست، من قله الادب بتاعتنا ان احنا نجيب واحد زي ابو الفتوح نرشحه قدام السيسي. احنا قلالات الادب، ما عندناش تربيه. ولا الاشكال اللي طالعه دي بتاعت اللي هي احزاب، والله انا ما اعرف اسمها، بقرا الجورنان كل يوم ما عاوز يلزق اسم حزب في دماغي، وده رئيس حزب ايه وده رئيس حزب ايه. ده قله ادب لما ننزلهم وترشحوا قصاد السيسي. الناس في المنطقه اللي حضرتك ساكن فيها ما بتتخانقش معاك على ارائك دي؟ ده بيحبوني بجد؟ ده انا جمال عبد الناصر. لا والله. ده انا بمشي في الشارع، انزلي معايا كده شارع 26 يقول لي شوف ايه اللي بيحصل. مفيش حد بيطلع يقول لك يعني ايه بتحب السيسي ليه؟ لا 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 لا. طب تعالي تمشي معايا، وانا كل يوم بروح التحرير وطلعت حرب، وانا ليا مكتب هناك. بس هيقولوا لك ماشي مع امراه بقى وحرام. لا 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 عارفين انا اقول لهم الجو بتاع طيب خليني اخد رايك في الفخ بتاع محمد محمود ده. محمد محمود ده كانت انت موافق انه فخ؟ ما هو العيال عاملين رابعه، كان واخدين اوامر ينزلوا كسروا النصب التذكاري، وعاملين كده قدام انت لسه حضرتك جايبه الصوره. فده تكليفات. طب والشباب الثوري اللي نزل 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين؟ ما هم دول يا ست خلاص، دول بقى بضاعه بيبيعوا نفسهم. ما عشان كده بقول لك ما ينفعش نجيب الا السيسي. ما هو لا مؤاخذه يمسي الرجل ثوريا ويصبح عميل، ويمسي عميل ويصبح فكل دول يعني واحد زي احمد ماهر ده في سنتين راح امريكا 17 مره، والله العظيم لو وزير الخارجيه ما يروح امريكا 17 مره، لو سفير امريكا في القاهره ما بيسافرش 17 مره رايح جاي.